الناس دي ناس يعني غير مؤذية بالمرة. الناس ديت كان كل همها انها بتطالب بحقها، وانا مش شايفة ان ده حاجة غلط. انا مش شايفة ان اللي المغرب عملته يا جماعة حاجة غلط، بل بالعكس، كل واحد لازم يدافع عن حقه، كل واحد لازم يدافع عن ارضه، عن عرضه، عن وطنه، عن ماله، عن كل شيء. فكان ده ابسط حق من حقوق المملكة المغربية. انا مبسوطة جدا كمان من ان بلدي ما هابتش حد، وبرغم من كده طلعوا واتكلموا في المؤتمر واقروا، وان طبعا الصحراء من حق المملكة المغربية. وده زعل الجزائر مننا يا جماعة. الجزائريين دلوقتي طالعين بيشتموا فينا وبيقلوا ادبهم علينا، وبيقولوا يعني ان احنا منافقين، وان احنا يعني المغرب ما بيننا عشان تمشي المصالح ما بيننا لازم كنا نطلع نطبل لهم ونقول الكلام الخزعبلي ده. لا والله يا جماعة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح بالمرة، غير صحيح. لأن مش مصر لوحدها اللي طلبت بان لازما يبقى في اقرار ان الصحراء مغربيه، بل العالم كله. امريكا وفرنسا وكل البلاد العربيه باستثناء الجزائر بيقروا ان الصحراء مغربيه 1,000,000%. انا عايزه افهم بقى ايه الغلط اللي غلطوه اهل المغرب، او ايه الغلط اللي غلطوه اهل مصر في انهم بيعترفوا بمغربيه الصحراء. انا عاوزه اقول لحضراتكم بقى ايه على سر خطير، واقول لكم سبب الخلاف الدائم ما بين الجزائر والمغرب. هذا هو سبب الخلاف يا اخواتي الافاضل. سبب الخلاف بان في حرب من زمان على الصحراء اللي المفروض تكون من صالح المملكه المغربيه. اي مشكله دلوقتي جزائريين بيتلككوا عليها للمغرب، سواء في الرياضه، في السياسه، في الطب، في اي مجال. ولو لو نلاحظ حضراتكم ان كلما بتتقدم المملكه المغربيه، الجزائر والاعلام الجزائري بيقف ينهار، بيقف يعني حاسس بان روحه بتتشد منه، او حاسس بانه يعني يدفع نص عمره كده وما يشوفش المغرب ناجح نهائي. نلاحظ حتى في اي مباراه لما المغرب بيفوز سواء للكبار او الناشئين، بتحسوا كمية غل وحقد عندهم رهيب. الناس دي يا جماعة، الناس دي مريضة نفسيا، مريضة نفسيا وعندهم نقص، مريضة نفسيا وعندهم نقص، عندهم نقص في ان هم شايفين حد احسن منهم. وبالفعل يا جماعة يعني ديت في علم النفس، ان الشخص اللي بيبقى مريض نفسي وعنده نقص في حاجة تملي الشخص اللي هو حاطه في دماغه، بيبقى عاوز يشوفه أسوأ واحد في الدنيا. ليه؟ لأن الشخص ده اللي هو اللي عنده مرض في قلبه ده جواه سم، قلبه مسموم، قلبه فيه ضغينة، قلبه مش سوي، لا تفكير ولا منطق يقبل اللي هم بيعملوه. فأنا مبسوطة قوي إن العالم كله بيقر إن الصحراء مغربية. ده بقى مزعل الاخوه الجزائر في ايه؟ احنا كمصريين بنعترف ان الصحراء مغربيه، وده كان بفيديو بصوت وصوره امام حضراتكم علشان ما تقولوش اني انا بنافق او اني انا بدلس وبتبع كولسه وحد دافع فلوس والكلام ده. لا والله يا جماعه، المفروض الواحد يقف للحق، يدافع عن الحق بشتى الطرق، علشان المغاربه ما اذوش حد اطلاقا، ولا قالوا باصلهم مع حد اطلاقا، بل بالعكس لهم فضل كبير على العالم العربي والعالم الاوروبي. الكل بيشيد باخلاقهم وبافضلهم، وبيشيد بتربيتهم واصولهم واسلوبهم في الحياه في التعامل مع الناس. فبالتالي الواحد يخرج يدافع عنهم طبيعي جدا. اما انسان يبقى عزيز عليا وانا بفضله او انا بحبه او انا يعني شايفه ان هو انسان كويس، طبيعي لما الاقيه مظلوم او بيضطهد او حد جاي عليه اطلع ادافع عنه واقول كلمة الحق لو على رقبتنا السيوف، علشان دي امانة هنتسأل عليها كلنا.
كل من تسول له نفسه وينكر بأن الصحراء غير مغربية فهو منافق وهو مضلل، وهو يعني ينتمي للجزائر المرضى، الجزائريين المرضى النفسيين، المرضى النفسيين اللي عندهم يعني المفروض لازم نبقى ضد المغرب. فعشان كده نطلع حلوين كده، مش هنبقى منافقين كده، هنبقى كويسين جدا جدا. وانتوا ماشيين بمبدأ يا جزائريين صديق عدوي عدوي. وليه يكون عدوك اصلا؟ ليه المغاربه يكونوا اعدائكم اصلا؟ فعلا فكانوا انتوا جرة سوء بالمناظر اللي احنا بنشوفها واضطهاداتكم المتكرره المستمره، وانكم ما عندكمش يعني معلومات واضحه ومعلومات سويه عن المملكه المغربيه، بتطلعوا تدعوا وتفتروا وخلاص. وسبحان الله العالم كله دلوقتي بيعترف بمغربيه الصحراء. الصحراء مغربيه مغربيه مغربيه. بالله عليكم تابعوا الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا اختكم زر الجرس، حطوا لي اللايك وصلوا على سيدنا النبي.